ريت اي ام بتسمعني ما تعملش كده في بنتها، عشان والله 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 الموضوع مؤذي جدا بجد. اتمنى ما زيكم. انا على طول امي بتقعد تدعي عليا دعاوي زي يا رب يجيلك السرطان، يا رب يتفضح عرضك، وحاجات من دي كتير. انا والله العظيم انا بنتها الوحيده، ربنا يعلم قد ايه انا نيتي ايه ما بينها، ودايما بحبها والله العظيم، بس هي دايما بتقلل مني، بتقعد تغلط فيا قدام الناس وبتقعد تهني، ودايما على طول تقعد تقول لي وحشه. دي حتى بتدعي عليا وهي صايمه ليل نهار في وقت الصلاه، يعني والاذان بيدن في اوقات الصيام في المغرب تقعد تدعي عليا تقول لي ربنا يفتح عرضك، مع اني بنتها الوحيده. بس مش عارفه ليه امي بتعمل كده. يعني وانا صغيره من كتر ما كانت بتعمل فيا كده كنت بخش اوضه لوحدي ضلمه، كنت بفضل اكلم نفسي واعيط لحد ما بقى يجيلي تشنجات. الموضوع ده مأثر فيا وانا كبرت دلوقتي بقى عندي 24 سنه. انا لسه ربنا ما كرمنيش بالشخص اللي انا اكمل معاه حياتي، بس انا خلاص المفروض ان انا ما اتعاملش كده. يعني تخيلوا انا لما بشوف ام بتعامل ابنها كويس او بنتها كويس بتعب، انا بحس ان انا مفتقدة امي. يعني مثلا لما ببقى تعبانة او ببقى في حاجة تعباني او سخنة او عندي حاجة، بحس ان امي ما بتسألش فيا ولا بتحس ده. انا لما بشوف الكلام ده في ناس تانية انا بتعب من جوايا. مش عارفة امي بتعمل معايا كده ليه رغم ان انا بنتها الوحيدة. انا مش متخيلة ان ممكن تكون في ام كده. انا اوقات كتير بدعي ربنا بس انا حاسة ان ربنا ما بيستجابش، لدرجة ان انا فكرت ان انا انتحر بس خايفة اغضب ربنا. انا مش عارفة ليه امي بتعمل معايا كده رغم ان هي بتقعد تدعي عليا والله. يعني بتدعي عليا دعوات تافهة ومع ذلك انا مش عارفة ليه، مع اني اقسم بالله بحبها. اوقات بسيطة جدا بحس انها حنينة عليا، واوقات كتير جدا بلاقيها دايما بتقعد تدعي عليا. انا مش فاهمة هي بتعمل معايا كده ليه. يعني انا فكرت اروح لدكتور نفسي ولكن الامكانيات عندي ما تسمحش ان انا اعمل ده. رحت له مرة والتانية وبعد كده ما قدرتش اروح عشان خاطر الامكانيات. فانا مش عارفة هل ممكن حضرتك تقدر تقولي حاجة والناس اللي عندك. وكمان في حاجة، يا ريت اي ام بتسمعني ما تعملش كده في بنتها، عشان والله 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 الموضوع مؤذي جدا بجد. اتمنى من حضرتك والناس اللي عندي تساعدني في حاجة زي دي. خليني افكر حضرتك، لو حضرتك بتتفرج عليا من الفيسبوك ما تنساش تعمل لايك وتشير الفيديو، اما لو حضرتك بتتفرج عليا من اليوتيوب فما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. خلينا في البداية نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. دايما بنصح في كل فيديوهاتي لما بتكون حالة زي كده ان انا يعني انا بترجى الام، يعني بستسمحها ان هي بلاش تدعي على ابنك او بنتك. اكيد انت بتدعي من ورا قلبك، ولكن لعل عسى ممكن يكون باب السماء مفتوح. انا قلت في فيديو قبل كده ان انا سمعت شيخ واحدة اتصلت بيه منهارة في العياط، وده سبب ان هي كانت بتقول للشيخ ابني بعد ما دعيت عليه مات. الشيخ ما قدرش يرد عليها ولا يقول لها حاجة. ولكن خلينا نتكلم في قصتك. اكيد طبعا احنا ما بنختارش ابونا وامنا، ولكن في امهات كده وطبعا ربنا يهديهم. محدش فينا بيختار ابوه ولا امه. كل اللي انا اقدر اقوله لك ان انت تصلي وتقربي لربنا وتحاولي تشوفي شغل تضيعي اكبر وقت فيه ان انت ما تكونيش موجودة قدام امك وامك ربنا يهديها. لعل وعسى ربنا يهديها كده ومن كتر ما هي ما بتشوفكيش قدامها مثلا تهدى شوية عنك. وحتة ان هي شايفاكي مش حلوة دي، ربنا ما بيخلقش حد وحش. انا دايما تكرارا بقول ربنا ما بيخلقش حد وحش. ممكن يكون واحد مظهره طبيعي ولكن هو مليان خير وحاجات ثمينة جدا ما بتكونش في ناس تانية. زي ما قلت لك دوري على شغل ضيعي وقتك فيه، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك بالزوج الصالح، وربنا يعوضك بالزوج ده، يعوضك كل اللي انت بتتمنيه وكنت مفتقداه في امك. ولكن زي ما انت ما قلتي ما تفكريش موضوع الانتحار ده. اكيد ربنا 100% هيبقى غضبان عليكي ويبقى انت ضيعتي كل اللي انت استحملتيه في حياتك، وربنا يعوضك خير ان شاء الله. واكيد الناس هتقولك رأيها ايه في المشكلة بتاعتك.